في حاجه موجوده في البيت ده قبل ما اقطع المواسير اللي هي بتاعت البويلر عشان اشيل السيستم بتاع البويلر عشان بتوع الاتش فاك يشتغلوا. طبعا قبل ما اقطع المواسير في عازل موجود على المواسير المفروض اشيله الاول. طبعا محتاج ناس متخصصه ومحتاج حاجات متخصصه عشان تشيله. فطبعا بما ان انا كنت شغال قبل كده يعني بس كنترول، فانا فاهم انا بعمل ايه، لكن معيش رخصه. ماشي. فالحاجات دي ليها ناس معينه. فطبعا اللي شغالين في الشغلانه عارفين انا هعمل ايه. فبالله عليكم اكتبوا في التعليقات، اكتبوا عارفين وبضحكه كده، وما تكتبش هي ايه عشان انت ممكن تعمل لي مشكله من غير ما تعرف او انت عارف. فبالله عليكم يعني ماشي. فانا دلوقتي هروح اجيب الحاجات المخصصه ليها عشان هبدا بكره ان شاء الله اشيلها وابدا اقطع المواسير بتاعت البويلر واشيل السيستم كله. يلا بينا على هوم ديبو. وصلنا هوم ديبو الحمد لله. طبعا هوم ديبو يا جماعه في كل حاجه تخص البناء يعني، وفي حاجات كتير يعني اي حاجه انت محتاجها للبيت بتاعك هتلاقيها في هوم ديبو. بسم الله. بقى البويات وكل حاجه بقى يعني كل حاجه طبعا كبير جدا. هتلاقي ثلاجات وغسالات وكل حاجه، كل ما تتخيلوا يعني هتلاقيه في هوم ديبو يعني. بصوا ادي يا عم ميسو. طبعا ان شاء الله هبقى اعمل لكم بعد كده جوله في هوم ديبو يعني ان شاء الله، فيديو كده طويل كده باذن الله يعني. بسم الله اول حاجه عايزينها، وبسم الله تاني حاجه عايزينها. ادي يا عم ميسو. جبنا الحاجه اللي عايزينها وناقص حاجتين مهمين جدا، ناقص الجلافز وناقص النضاره المخصصين للشغلانه دي. الشغلانه دي مش شغلانه سهله، شغلانه خطر جدا. واللي شغالين فيها عارفين الكلام ده. لازم تكون حريص جدا جدا جدا. ماشي. طبعا انا كنت هجيب الجلافز واجيب النضاره، لكن صاحبي جو كان معايا على التليفون وقال لي ما تجيبهمش، هو عنده في البيت هيديهم لي مجانا يعني، هو معاه رخصه باس كنترول. على فكره انا برضك معايا رخصه باس كنترول بس راحت عليا من سنين، لان الشغل اللي انا كنت شغال فيه لما سبته ما اهتمتش وما جددتش الرخصه يعني، فراحت عليا يعني. لكن ممكن ارجعها تاني يعني. ما علينا يعني. انا فاهم انا بعمل ايه، وشغلانه مش سهله، لكن انا وفرت كتير جدا. مش عشان الحاجه اللي هشيلها دي، لا، الحاجه اللي هشيلها بالمواسير اللي هقطعها واشيل السيستم خالص عشان الناس ما تتش فيها تشتغل، وفرت عليا حوالي 4000 دولار والله يعني. فانا اولى بيهم. يا عم. والناس اللي شغاله في الشغلانه دي ما تكتبش في التعليقات انا هشيل ايه او هعمل ايه، لانك بتضرني. هديك البلوك تمام، هرزعك رزعه تمام. يلا ربنا يرزقنا جميعا باذن الله. بحبكم جدا جدا جدا. ادي يا عم. السلام عليكم.